وأنا أعتقد أنه يهاب بهم الآن التوقف عن كل ذلك. الإنسان السوداني يموت بشكل مجاني، الإنسان السوداني يوقف عنه الغذاء بشكل مجاني. ولعل البيان السعودي أنا أعجبتني جزئية فيه في الحقيقة وهو كله جميل. ስለዚህ አሁን ላይ በህብረተሰቡ ላይ ሁለቱ ወታደሮች በሚያደርጉት መገዳደል ህዝቡ ዋጋ እየከፈለ ነው፣ በነፃ እየሞተ ነው፣ ምንም ጥቅም ሳያገኝ። ስለዚህ ለህዝብ ከተባለ ትክክለኛው አካሄድ መጀመሪያ ራሳቸው ጦሩን የጀመሩትና በጦርነት ውስጥ ያሉ አካሎች እርስ በርሳቸው ይሄን አቆመው መታረቅ። هناك جزئية له يجب أن يكون هناك تحرك لوقف هذه. ስለዚህ የሳውዲው መግለጫ የሚያሳየው የግድ የሁለቱ ኃይሎች ወደ መስማማት መምጣት አለባቸው ነው የሚሉት። هذه الحرب تستهدف الناس بشكل مباشر، تستهدف الأطفال، تستهدف النظام الدولي بالفئات الضعيفة المدنية، البنية التحتية. حل ويجب أن يكون هذا الحل. طيب سيد سالم يعني عفوا، ስለዚህ ይህ ህፃናትን ንጹሃንን ገለልተኞችን የሚያጠቃ ህብረተሰቡን የሚጎዳ የሆነውን ይህ የጦርነት ሂደት በፍጹም በምንም መልኩ ቢሆን መጀመሪያ መቆም ነው ያለበት። اسمح لي، لأن البعض يعتبر البيان السعودي بالأمس هو نقطة تحول في الموقف السعودي. يعني هناك نقطة في البيان السعودي سأتلوها عليك. قال التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف بإدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي. خلينا نكون واضحين، لعل البعض يقول ممكن يكون احنا فاهمين البيان السعودي ماذا يقصد، والأخوة في المملكة ماذا يقصد بمسألة التدخلات الخارجية وإعطاء السلاح والإتيان بمرتزقة. البعض يقول لعل هذه المسألة هي ما كانت تؤكد عليه الحكومة السودانية. ግን እኮ አለ የሱዳን ጉዳይ ላይ ያወጣችሁት መግለጫ ውስጥ የሱዳን ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገቦች፣ በጦር መሳሪያ ደጋፊዎች፣ የተለያዩ ተከፋይ ወታደሮችን በማስገባት ሱዳን ውስጥ የሚበጠብጡ ኃይሎች እጃቸውን ሊሰበስቡ ይገባል ስትሉ ምናልባት እኛ ያው ጉዳዩን ምንከታተል ሰዎች ማንን እንዳሰባችሁ ልንረዳ እንችል ይሆናል። هذه ليست حرب ضد طرف مساوي، هذه حرب ضد ميليشيات، وهذه حرب ضد تدخلات خارجية ويعني عمل خارجي، مؤامرة خارجية تستهدف وحدة السودان. ስለዚህ ይህ ሐሳባችሁ የሚያሳየን የሱዳን የራሱ ሐሳብ እንዳልሆነ ጦርነቱ እንደውም የውጭ ኃይሎች በሚገፋ ወይም በውጭ ኃይሎች የሚገፋ የሆነ ኃይል የሚያደርገው የእርስ በርስ ጦርነትን የሚያግዝ ኃይል ያረጋው ነገር ነው ብለን እንድናምን ነው የምታረጋው። تستهدف خيرات السودان በተለይ የሱዳንን ሀብት ለመሰብሰብ قراءة من هذه الزاوية صحيح እና ይህንን የናንተን መግለጫ በዚህ መልኩ ማንበባችን ልክ ነው ወይ መረዳታችን? لا، أنا أعتقد يا أستاذ الكريم أن هناك يعني ربما يعني عدم دقة في هذه القراءة. السبب هو أن الرباعية، وتعرف حضرتك ويعرف السادة والمهتمين بموضوع السودان، الرباعية هي تكوينها حديث نسبيا حقيقة يعني بالنسبة لاندلاع الصراع وبالنسبة لمنصة جدة وبالنسبة للمنصات الأخرى. كان هناك لقاء في البحرين، كان هناك لقاء في جنيف. እዚህ አሁን አንተ ባልከው አካሄድ ትንሽ ራቅ ያለ ሐሳብ ይመስለኛል ከዋና የሳውዲው መግለጫ ካሰበበት። እኛም እናስበው የአራትዮሽ ተብሎ የመጣው ይሄ በኋላ ላይ የተደረገ ነው። ግን ከዛ በፊት በባህሬን በመሳሰሉት የተለያዩ ሙከራዎች ተደርጎ ነበር። وكلها كانت مؤثرة ولكنه لم يعمل بها لأسباب أنا أراها يعني كمتابع ومراقب يعني خلل من الأطراف السودانية. هذا يجب أن نعترف بالحقيقة. لكن موضوع تدخل الأطراف الخارجية والداعمين وتفكيك البلد والميليشيات، يعني أنا أعتقد هذا أيضا صدر في أول بيان للرباعية. أول بيان للرباعية قال يجب أن يوقف إدخال السلاح
الذي يأتي من الخارج والذي يؤجج الصراع. هذا رقم. ይሄ እኛ ቢሸክል ዓም ነው ወይም በጠቅለል አድርገን ነው ከየትም ይምጣ እንዲሁ መሳሪያዎች ብዙ በተገኙ ቁጥርና የተለያዩ መሳሪያ ሻጮች እዚህ ውስጥ ጉዳዩ እጃቸውን ካስገቡ የህዝብ መሞት ቁጥር በጣም እየበዛ ይመጣል እንደገና ደግሞ ጦርነቱ እየረዘበ ይመጣል ለማለት ነው واحد. رقم اثنين كان هناك حديث عن الدعم الخارجي لبعض الأطراف حقيقة لم يسمي تلك الأطراف رغم أن يعني هناك من قال يعتبر الجيش طرف وهو يدعم من أطراف معينة لكن الجيش يعني يقول أنا الشرعية وهناك أكثر من طرف يعترف بأن الجيش هو الشرعية وهو الدولة السودانية والمؤسسة الباقية والقائمة من الدولة السودانية. أما الأطراف الأخرى حتى التي تحارب بعضها مع الجيش يعني هي حقيقة هي ميليشيات يجب أن نعترف بهذه الجزئية. ሌላው የሱዳን መንግስት ነኝ የሚለው ራሱን ህጋዊ ያደረገው አልቡርሃን ሌላ ኃይል አለ መጥቶ ወታደር ሰጥቶት የሚያግዘው ሰውየው ሱዳን ግብጽ ማለት አልፈለገም ግን በትክክል እየተናገረው ነው ስለዚህ የሚያግዝ ማንኛውም አካል ከውጭ መጥቶ የሱዳንን መንግስት የሚያግዝ ከሆነ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው እንደ ሚሊሺያም ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ከውጭ መጥቶ ነው የገባው الشيء الآخر أنا أعتقد أن في تصريحات أمريكية خاصة من بعد ما حدثت الالتفاتة من الجانب الأمريكي بشكل واضح للاهتمام بموضوع السودان كان هناك حديث عن هذه الجزئية أستاذ أحمد وهو التأكيد على أن هناك أطراف يجب أن توقف دعمها لأطراف داخلية في السودان لكي تتوقف هذا الحرب. ሌላው የአሜሪካ አሁን እሱ ያለውን ማለት ነው አሜሪካኖቹ እንደዚሁ የታዘቡትና በአብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከኬሚካል መሳሪያ ከመጠቀም ውጪም በግብጽ ኃይል እንደዚሁም በብራዘርሁድ የሚባሉ ሴሎች ግብጻውያኖች ገብተው ከነሱ ጋራ ይዋጉ እንደነበረና እንዳለ ለማሳየት ተሞክሯል ነው የሚለን ወደ ሁለተኛው ርዕስ ይገባለሁኝ አሁንም ያው የኢንተርኔቱ ጥራት ብዙ ያስደሰተኝ አይደለም አሁንም ግን ምንም አይልም አይደል እንዴት ነው ጥሩ ነው በደንብ ያያችሁ ነው peace be with you my good brother በጣም 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 ጠፍተሃል እንኳን ደህና መጣህ እስኪ የሆነች በግል አውርተን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አስፈቅጄህ ነው የጠፋበትን ናምን ምናወራው እስኪ ቴንክ ዩ ለማንኛውም ስለመጣ የሱፐር ቻት ድጋፍንም በጣም እናመሰግናለን እንኳን ደህና ተመለስክልን ቴንክ ዩ ወንድም አለም ኦኬ አይ ቲንክ በደንብ የተሰማን ነው መሰለኝ አይደለም አንዳንዴ እኔ ጋር ስለምሽከረከር ያስፈራኛል Okay. Okay, አሁንም ወደ ኢራን ከመሄዳችን በፊት ግብጽን እንጨርስና ከግብጽ ጋር በተያያዘ ሚስጥር ያልኩት ነገር ምንድነው እስኪ አብረን እንየው እንዳልኩት የገልፍ ካንትሪ ወንድሞቻችን ያጋልጣል ነው ይሄ ወንድማችን ነው የሚያመጣው ቪዲዮ አብረን ያለን ስሙት ይላል احنا حاليا دلوقتي على فكرة اكبر مصدر للأغذية لإسرائيل يعني በነገራችን ላይ እውነታው ይህ ነው ይላል ዶክተር ናዲር ኑርዲን እኛ እንደ ግብጽ ወደ እስራኤል በሰፊው አክበር ይላል ትልቁ የምግብ ኤክስፖርት አድራጊዎች ነን ስለዚህ ወደ እስራኤል ብዙ የምግብ አይነቶችን በመላክ የመጀመሪያው ነን ማለት ነው ትልቅ አክበር ነን
يعني كل الأغذية المحفوظة كلها بكل أنواعها بقى، أنت عارفة دلوقتي عشان ستات البيوت أغلبها بيشتغل، دلوقتي بتروح تجيب كيس البامية المعبأ، كيس القلقاس، كيس الملوخية، كيس البتاع. ደህንነቱን እንደሚያስከብሩለት የነገሩን ነው። وقال لن ننسى من أنقذ إسرائيل في 2025. በ2025 إسرائيل كانت بتغرق. እስራኤል ከመስመጥ ወይም ደግሞ ከመጥፋት ትልቅ የሆነ መታደግን የታደጋት ግብጽ ናት። እሱን ውለታዋን አንረሳም። إسرائيل كانت بتنتهي، مش بتنتهي عشان ما بقاش ببالغ، بس أكيد صفقة قيمتها 35 مليار دولار هتضخ في خزينتهم في اقتصادهم، أكيد تغير أمور كتير. فيكمل ويقول لك مصر أول دولة طبعت مع ሌላው ቀርቶ ከኢኮኖሚም አኳያ ማለት በደህንነቱ ዙሪያ ያው የሚሰሩት እንደተጠበቀ ሆኖ ከኢኮኖሚም አኳያ ሊደርስባቸው ከቻለው በጦርነቱ ምክንያት በጋዛ ምናምን የሚያወጡት ወጪዎች በጣም ከመብዛቱ የተነሳ በጣም ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ሊከሰትባቸውም ሲልም ያዳነቻቸው ግብጽ ናት። 35 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ከጋዝ ጋር በተያያዘ በማድረግ ትለናለች። እስራኤል ሰነ 79 መጀመሪያም በ79 ከእስራኤል ጋር የመጀመሪያዋ ኖርማላይዜሽን ብላ የፈጠረችውና የጠባዓት ማለት የተጣበቀችውና ወይም ኖርማል ማድረግ ጠቢዒ ማለት ነው። ኖርማል እንዲሆን ግንኙነቱ የግብጽና የእስራኤል ጉዳይ እንዲሆን የሰራችው ከአረብ ሀገራት ሁሉ ቀድማ ግብጽ ናት። المصريين هم أول من ينقذون. تحيا مصر، مصر الأخوة. እና ግብጽ እሷ ናት ያዳነችን። ግብጽ የትኑርልን ወንድማችን ጎረቤታችን ይሉናል እስራኤሎቹ። الرئيس في تأمين قناة السويس ومصر أيضا مسؤول عن أمن إسرائيل، وبالتالي العلاقات የእስራኤል በስዊዝ ካናል ላይ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ጥበቃ በማድረግ ረገድ ታግዛለች። በተለዋጭ ግብጽ ደግሞ የእስራኤልን በድንበር ላይ ያለውን ደህንነቷን ታስጠብቃለች ይላል። مصر مسؤولة عن أمن إسرائيل إزاي يا فندم؟ እኛ እንዴት ነው የእስራኤል ደህንነት የሚያሳስበን ትለዋለች።